لو بتصحى الصبح وتلاقي نفسك بتفتح فيسبوك قبل ما تقول لنفسك صباح الخير، فالموضوع محتاج وقف. السوشيال ميديا بقت جزء من حياتنا اليوميه، بس السؤال هنا، هل احنا اللي بنستخدمها ولا هي اللي بتستخدمنا؟ وهلو عزيزي البرو، ايه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. لو انت ما تعرفنيش فانا عاصم درويش، يلا بينا نبدا الفيديو النهارده. لما كده ادور على التاثيرات السلبيه للسوشيال ميديا علينا، لقيت بلاوي سودا. اول حاجه تشتت وانعدام تركيز، كل شويه نوتيفيكيشن، كل دقيقه سكرول، بس مفيش عقل طبيعي يقدر يفضل منتبه بالشكل ده. تاني حاجه، السوشيال ميديا بتخلينا في مقارنه مستمره مع غيرنا، بنقارن حياتنا الواقعيه بلقطه متفبركه من حياه حد تاني، والنتيجه يا عزيزي البرو احباط وعدم رضا ويأس وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. تالت حاجه، احنا بندمن السوشيال ميديا من غير ما نحس، فاصبحت السوشيال ميديا ادمان. ما هو لما حضرتك تقول لنفسك انا هفتح تيك توك 5 دقايق وتلاقي الساعه بقت 2 بعد نص الليل، ده مش تسليه ده ادمان. رابع حاجه، السوشيال ميديا بتشوش الهويه بتاعتك. مع كتر الآراء والناس الكتير اللي بتتكلم على السوشيال ميديا، حضرتك بتبدأ تفقد صوتك الداخلي وما بقتش عارف انت مين. تعال اديك كام مثال كده من أرض الواقع. بتلاقي حد مثلا مش عارف يركز في شغله، وده بسبب الريلز الكتير اللي هو بيشوفها، لأن الريلز أصلا فترتها قصيرة، فبالتالي عقلك اتعود على المكافأة السريعة، فإنك تقعد على حاجة محتاجة وقت ومجهود أطول أنت ما بتقدرش تستحمل أصلا. شاب تاني قاعد على السوشيال ميديا عمال يتفرج على مين حقق إيه ومين نجح في ايه ومين عمل ايه، رغم ان هو اصلا نجح في حياته وحقق حاجات كتير، لكن بسبب اللي هو بيشوفه بيحس ان هو متاخر. وخد عندك امثله كتير قوي بقى من النوع ده. لكن عزيزي البرو لا تقلق، لانني لن اتركك وحدك، وجايب لك الحل معايا. اولا لازم تحدد في يومك وقت للسوشيال ميديا. ما ينفعش ان انا بفتح السوشيال ميديا في اي وقت في اي مكان، ده ممنوع. وممكن تستخدم ابس تساعدك في الحوار ده، زي ابلكيشن ستي فري عشان تقدر تراقب وقت. تاني حاجه يا عزيزي البرو، امسح السوشيال ميديا من الشاشه الرئيسيه، وخدها قاعده عندك، كل ما كان الوصول اصعب كل ما كان الاستخدام اقل. تالت حاجه يا عزيزي البرو، حاول تعمل حاجه اسمها سوشيال ديتوكس، يعني تخصص يوم في الاسبوع من غير سوشيال ميديا، من غير سكرول، وشوف الفرق بنفسك. حاول اليوم ده تعمل حاجه مفيده، تذاكر كورس معين، تخرج مع صحابك، تقعد مع اهلك، اعمل حاجه طبيعيه ما فيهاش سوشيال ميديا، ما فيهاش حاجه افتراضيه. خليك في الواقع عزيزي البرو عشان ما تتعبنيش وتتعبنا معاك. رابع حاجه، لما نيجي نستخدم السوشيال ميديا نستخدمها لصالحنا مش ضدنا، فنتابع ناس بتنفعنا مش بتضرنا. الله، لا استنى بقى كده، هنا نسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجمال، يخرب بيت الشعر. خامس حاجة يا عزيزي البرو، اعمل حدود بين وقتك الواقعي ووقت الموبايل. بالبلدي كده، عشان بس احنا كلنا بنقع في الموضوع ده، يعني مفيش موبايل لا في اول نص ساعة في يومك ولا في اخر نص ساعة قبل ما تنام. حتى لما هتحدد وقت لاستخدام الموبايل او السوشيال ميديا عامة، فده هيكون في خلال اليوم. وحاول تستبدل استخدام الموبايل الصبح اول ما تصحى من النوم بحاجات تانية مفيدة، زي مثلا انت تصحى من النوم، تاخد دش، تقرأ اذكار الصباح، تصلي الصبح او الفجر. وحاول تستبدل استخدام الموبايل الصبح اول ما تصحى من النوم بحاجات تانية مفيدة، زي مثلا ان انت اول ما تصحى من النوم تغسل وشك، تاخد دش لذيذ، تقرا اذكار الصباح، تصلي، تفطر. يعني حاول تعمل نفسك روتين صباحي لذيذ. وبرضه قبل ما تنام اما تقرا في كتاب او اي حاجه، حاولوا تفصلوا حياتكم الواقعيه عن الحياه الافتراضيه. وفي اخر الفيديو عزيزي البرو، السوشيال ميديا في حد ذاتها مش شر، لكن طريقه استخدامك ليها هي اللي بتفرق. لو قدرت انت تتحكم فيها بدل ما هي تتحكم فيك، هتلاحظ فرق كبير في تركيزك وفي طاقتك وحتى حالتك النفسيه. هنا يا عزيزي البرو تنتهي حلقتنا اليوم. فلو عجب الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان لما ينزل فيديو جديد ان شاء الله باذن الله يوصل لك اول واحد. اشوفكم على خير. هو يعتبر اول فيديو لينا على التشانل عامه، اتس ايزي. يعني انا مش عارف اعمل ايه ولا اروح فين ولا اجي منين، مش متعود انا على الحوار ده، لكن باذن الله انا واثق ان انا اكسر الدنيا، وثقتي دي جايه من يقيني بالله ان ربنا هيوفقني. ليه هيوفقني؟ لان انا مش حاسس يعني انا الحمد لله بعمل اللي عليا وبسعى وبتعب، فايتس ايزي يعني. فانا صراحه مش عارف ابدا منين. الحاجات دي كلها هتكون في اخر فيديو كده، في اخر اللي هي في الدقايق الاخيره، الحاجات اللي هي الايه اللي ما وراء الكواليس يعني زي ما بيقولوا يعني.